دلوقتي اي حد اشترى كوره ونزل بيها يلعب في الشارع عندهم هو كده بقى خلاص ميسي البلد، وهو اصلا ما بيعرفش يستلم الكوره ويروح اكاديميه ب 300 جنيه في الشهر. ولما يروح اختبارات نادي ويرفضوه ينزل لك ستوري يقول لك ان انا مفيش كوره في مصر وان انا مظلوم جدا، ويا لو كنت اتولدت في بلاد بره وانا هنا مدفون في مصر، وهو ولا بيعرف يسلم ولا بيعرف يستلم. ويسأله نفسك تطلع زي مين، يقول لك نفسي اطلع زي محمد صلاح. ولما يجي محمد صلاح يلعب في المنتخب يفضل يسب ويلعن ويشتم ويقول لك ده بيلعب في ليفربول احسن من منتخب مصر. وده طبعا كلام هواء وكلام ملوش لازمه. وتعالى انا اقول لك قصه الاسطوره مرعب اوروبا محمد صلاح. محمد صلاح اتولد سنة 1992 في قرية صغيرة كده في مصر اسمها إنجريج، وكان بيعشق حاجة اسمها كرة القدم، وكان بيقضي وقت بالساعات في الشارع علشان يلعب كرة القدم. وعلشان كده راح لمقاولين العرب قطاع الناشئين. ولكن محمد صلاح ذات نفسه قال ان انا كنت بقضي وقت كبير جدا في المواصلات، وكنت بقعد حوالي 9 ساعات في المواصلات علشان يروح النادي بس. وكمان قال ان هو كان بياخد 5 جنيه من اهله، وكان بيجيب طبق كشري اللي هو الصغير ابو جنيه دوت وبيدرسه شطه. هو اللي قال بيدرس الكشري شطه علشان يشبع. يعني محمد صلاح ما اتولدش في بقه معلقه ذهب. وطلع قبل كده قال ان انا كنت هنام في التراب، وعلشان ربنا ما بيضيعش تعب حد وعلشان محمد صلاح تعب اتصعد للفريق الاول وقدم اداء مبهر في الدوري الممتاز. وصدق او لا تصدق الزمالك كان رافض محمد صلاح وما كانش مقتنع بيه كلاعب. احلام العصر دي والله. محمد صلاح كان بيحلم ان هو يكون لاعب عالمي والناس كلها عارفينه علشان بازل السويسري يضمه، ودي تكون اول خطوة للنجاح. محمد صلاح هناك يقدم اداء جميل جدا واداء مميز جدا ويبهر برضو جمهور بازل، وينضم لفريق تشيلسي الانجليزي. والناس كلها ما كانتش مصدقه نفسها وكانت متوقعه ان هو يكسر الدنيا هناك في الدوري الانجليزي. ولكن يا فرحه ما تمت، لان محمد صلاح حرفيا كانت دي ممكن تكون من اسوأ فتراته في نادي تشيلسي. معظم الوقت كان قاعد على الدكة، ولما كان بينزل بتاع 20 دقيقة ربع ساعة، وكان بيطلع تاني أو بينزل في آخر الوقت علشان يقول انا مش جاي اتدفن هنا، ويمشي من نادي تشيلسي ومن نادي تشيلسي لفرونتينا والفرونتينا ديت لروما. وهنا بقى تجهز لي كوبايه الشاي علشان الاستمتاع جاي من هنا. فتعمل سبسكرايب وتصلي على النبي وتوحد الله وتشترك في القناه بالله عليك، عايزين نوصل ل 200 مشترك. وتعالى بقى على المتعه. وهناك بقى الناس بدأت تسمع عن محمد صلاح، ودي حرفيا كانت مرحلة تكامل محمد صلاح. أصبح أسرع وأقوى وأشد وبقى مهاري، وكان بيجيب أهداف حماسية وأهداف جنونية وأهداف الحسم. كانت كل ماتش عند محمد صلاح. وده السبب اللي خلى ليفربول الإنجليزي يضمه والعودة تاني للدوري الإنجليزي. ومرعب أوروبا جايلك يا دوري إنجليزي وهينيمكم من المغرب. علشان في 2017 2018 محمد صلاح ينضم لليفربول، والناس قالت اهي ان شاء الله تاني مرة هتظبط المرة دي. وفعلا محمد صلاح ما كدبش خبر، ودي كانت لحظة انفجار محمد صلاح في الدوري الانجليزي. 44 هدف في اول موسم ليه والحذاء الذهبي. ومحمد صلاح في اول موسم ليه ياخد الحذاء الذهبي، ودي كانت من امتع المواسم لمحمد صلاح وممكن تكون اجملهم. ولكن برضو يا فرحة ما تمت. ايه مشى؟ لا. ولكن في ماتش ريال مدريد وليفربول في دوري ابطال اوروبا في نص النهائي محمد صلاح يتصاب اصابة في كتفه ويخرج من الملعب باكيا من ابن الذين سيرجيو راموس دوت الغشيم ابن الذين. لقطة صعبة جدا تخطف قلبنا وعقلنا. خروج محمد صلاح بالدموع وماسك كتفه وعمال يصرخ، وإصابة تقعده 6 شهور، ولكن يرجع أقوى من الأول ويعود للدوري الإنجليزي تاني في موسم 2019، ويكون الموسم ده الأشهر ليهم، وتكون تكملت الثلاثية بين ماني
وفيرمينيو وصلاح، والموسم دوت هم اللي خرجوا ليفربول بالريمونتادا، ولكن هم الثلاثه ما كانوش موجودين في الماتش ده. ولكن يا عم عادي، المهم ان ده الموسم الاول لتحقيق دوري الابطال مع ليفربول. ايوه يا عزيزي، محمد صلاح هو اول مصري يحقق دوري الابطال، علشان يحقق الدوري الانجليزي كمان معاهم في نفس الموسم، وده كان موسم ممتاز جدا لليفربول. عشان يجي موسم تاني من اقوى مواسم محمد صلاح مع ليفربول، وانت اكيد عارفه، موسم 2025 2024، والموسم ده سجل 34 هدف وفاز بلاعب الشهر 4 مرات، واخد الحذاء الذهبي، وفاز بالدوري الانجليزي وكسر الرابطة الانجليزية، وعمل كل حاجة. وكان املنا اللي هو كان ياخد البالون دور، ولكن راحت لديمبلي. ويا عزيزي، محمد صلاح أسطورة ليفربول، وتعالى أقول لك ألقابه مع ليفربول، وتعالى أقول لك مسيرته انتهت إزاي. سجل أكتر من 250 هدف مع ليفربول، وسجل أكتر من 400 هدف في مسيرته، وفاز بدوري الأبطال، وفاز بالدوري الإنجليزي 3 مرات، وفاز بالحذاء الذهبي 3 مرات، وسجل مع منتخب مصر فوق 60 هدف. من شوارع النجري البسيطة لأسطورة وأفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي وهداف التاريخي لليفربول. الحلم يا عزيزي مش بفلوس، احلم احلم وسيبها على الله، واتعب واسعى، وإن شاء الله ربنا مش هيضيع تعبك، لأن ربنا عمره ما ضيع تعب حد. ويا عزيزي، أنا تعبت الفيديو دوت، ومحتاج سبسكرايب، اشتراك يعني في القناة، ولايك، وتقول لي عايز نعمل لك ايه الفيديو الجاي. اذا كان قصة لعيب بقى، تاريخ، خد لك لفة في القناة، هتلاقي فيديوهات حلوة جدا. ويا عزيزي اشوفك على الفيديو الجاي، وسلام عليكم.